اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامجكم كلام جريء. النهارده كلامنا جريء فعلا، لان زي ما بيقولوا اللي يعيش ياما يشوف، واللي يعمل ثوره يشوف اكتر. يمكن في فتره من الفترات حصل حاجه في ثوره 25 يناير المجيده. في الفترات اللاحقه او في الجمعه اللي بعديها حصل ان احنا في عيد العمال تحديدا كان في تجمع لناس كتير قوي عند منصه من المنصات الموجوده في ميدان التحرير، واحنا لاحظنا كلنا ان في شكل جديد. احنا كلنا تصورنا ان هو شكل جديد لعلم مصر. هو مكون من الوان الاحمر والاسود، وفي النص في دايره عليها حرف ايه كده. ما كناش نعرف ايه دوت لغايه لما سمعنا وشفنا عبر الانترنت ان في دعوات لحركه او لرؤيه جديده، رؤيه فلسفه سياسيه جديده اسمها الارنكيه. الارنكيه او الاناركيه. الاناركيه دول هو مذهب او جماعه بيعتنقوا حاجه اسمها الاناركيه، وهو مذهب بيعني اللا سلطوي. ما بيحبوش السلطه، مش عاوزين سلطه، او بمعنى ادق هي الفوضويه. الفوضويه الشديده اللي مش عاوزين فيها اي حكم لاي حد على حد. بيرفضوا تماما اي حكم لسلطه، سواء كان جيش او شعب، او حتى لو الشعب اتكون منهم مجموعه من القمم او مجموعه من زي مجلس الشعب مثلا، مش عاوزين حد بيحكم حد خالص. يقول لك ان الدوله دي عباره عن 50,000 منتفعين اللي هم القيادات بمختلف وجودهم، بيفرضوا رؤاهم على الناس، على باقي الشعب، وبيحققوا اللي هم عاوزينه من خلال تسييرهم للشعب. وبيقولوا ان الساديه هو عنصر الناس المتسلطين، او هو المرض الاساسي للناس المتسلطين. اما المتسلط عليهم بيتسموا بالمازوخيه. هم رؤيتهم كده، حب تعذيب الذات يعني. احنا عاوزين نعرف التفاصيل دي ايه، وايه اصل المجموعه دي، وايه خطورتها اللي هم بيقولوا عليها هتحصل يوم 25 يناير القادم. هم بيقولوا انه يحصلوا ثوره، وبيدعوا ثوره عنيفه مش ثوره سلميه. هنعرف كل ده من خلال لقائنا النهارده مع سياده اللواء صادق عبد الواحد، زميل كليه الدفاع الوطني باكاديميه ناصر العسكريه العليا. اهلا بيك معنا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اعتقد يا فندم ان زملاء كليه الدفاع الوطني هم الخبراء الاستراتيجيين الامنيين الحقيقيين، وانه لازم هي كليه الدفاع الوطني واكاديميه ناصر العسكريه هي المنوطه بتاهيل الخبراء الاستراتيجيين على مستوى الدوله، وده المعهد العلمي الوحيد في مصر اللي يسعى لتحقيق هذه المهمه. تحياتي يا فندم. اسمح لي في البدايه ان احنا نبدا بفيلم سريع كده، يعني كان موجود على الانترنت، نحب نشوفه عشان نحاول نفهم الموضوع فيه ايه، ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع بعض. اتفضل. ده مش تهريج، اللي احنا شايفينه ده مش تهريج. احنا ممكن نتصور ان ده اسلوب الرقص او الطريقه او الماسك ده على فكره لفيلم فانديتا. فانديتا ده كان فيلم موجود او انتج عام 2006، وليه مغزى سياسي اللي كاتبه 2 يهود، وكان ليهم معنى في حركات كتيره جدا اتعملت اثناء الفيلم. في بدايه ان حد تعرض لظلم ما واتحرق وطلع ولبس الماسك وبدا يقاوم السلطه وبدا يقاوم الدوله، وقدر يصنع
فوضى عارمة يقدر يسيطر بيها على الحكم أو على الدولة، وفي النهاية بيفجر كل حاجة. ده في اختصار شديد قصة الفيلم اللي حصل. الماسك ده هم شايفينه هو النموذج أو الرمز اللي هم بيستخدموه في إنهم يدمروا أو يسقطوا أو يهدموا الدولة. أعتقد إن فيلم زي كده يا فندم في وجوده على الإنترنت، سيادة اللواء صادق عبد الواحد، أعتقد يا فندم إنه في خطورة، وإن البعض ممكن يستقبله كنوع من الكوميديا أو نوع من الحاجة تضحك شوية شباب صغير في السن بينفذ ده. أنت شايف ده؟ هو أنا بتصور إن هو أحد التقاليع المستوردة، لأن كل اللي بيتعمل ده لا يتفق مع قيم مجتمعنا. مجتمعنا في مصر بيرفض هذه الممارسات الشاذة والغير طبيعية. أنا بيفكروني بعبثة النار، وبيفكروني بحركات وتوجهات سياسية أو اجتماعية ليس لها قاعدة في مجتمعنا، وليس لها مبادئ ولا قيم تتفق مع قيمنا في مجتمعنا. سيادة اللواء اسمح لي نبدأ من الأول مع بعض ونقول فضل. من هم الأناركية؟ حضرتك زي ما ذكرت في التقديم بتاع حضرتك، هم تنقسم الكلمة لجزئين. الأنا تعني دون، وناركية اللي هي تعني سلطة أو رئيس أو حكومة. يعني تصور أن يقوم المجتمع على بدون سلطة وبدون حكومة وتجنح إلى الفوضى. ده تصور، ده التعريف بتاعها. بيدعو للتخلص من الدولة والحكومة والسلطة المركزية، باعتبار ان دول أجهزة سلطوية ومضادة للحرية. بيدعو إلى إحلال نظام آخر مكان النظام اللي موجود أو النظم الموجودة بشكل غير تقليدي وغير سلطوي وغير حكومي. هم بيدعوا يا فندم لاكثر من حاجه، يعني هم بيدعوا للحريه المطلقه، وان لا نظام ولا تسلط شخص على شخص، ولكن في النهايه بيقولوا ان القائم على ده او الحاجه الوحيده اللي بتحكم الدوله دي هو العمل التطوعي، انه ما فيش حكومات، ما فيش منظمات، ولكن في عمل تطوعي من قبل جمعيات اهليه بتقوم بكل شؤون الدوله. هل ده يقبل او هل ده ممكن يحصل؟ يعني عمليا بشكل غير منطقي وغير معقول وغير مقبول. يعني كيف تقوم الدولة بدون مؤسسات؟ كيف يكون بدون رأس ولا حكومة ولا سلطة مركزية؟ وحتى لو كان في نماذج، واعتقد انها نماذج فاشلة وما فيش نموذج معين نقدر نحكم عليه علشان نقول ان في العالم في نموذج وهناك غير النماذج الفاشلة. نشوف دولة زي الصومال ما فيهاش سلطة وما فيش حكومة، ما فيش راس للدولة. وبنشوف بعض الدول اللي وشفنا التفتيت والفوضى اللي حصلت في يوغوسلافيا في اوروبا. بنشوف قد ايه المشاكل اللي بتحصل النهارده في العراق. كل دي نتيجة هذه المبادئ الغير صحيحة وغير قويمة. فما فيش نموذج ممكن الحكم عليه. انما كيف يقوم مجتمع على فكره جمعيات وعلى عمل تطوعي. هذا العمل التطوعي يعني كيف يتم الامن، مؤسسه الامن، مؤسسه الخارجيه والدبلوماسيه، وتتعامل مع الدول الخارجيه ازاي والعالم حولك ازاي، كيف تتعامل مع الرؤساء الدول الأخرى بدون نظام وبدون رصد للدولة، كيف تتعامل مع الاقتصاد والسياسة والاجتماع في مشكلات كتير. يعني متعارضين مع القوانين الملزمة وحتى الأديان كمان، يعني يرفضوا أي حاجة بتقيد الشخص. يعني هو يعني ده نظام بيعود بنا إلى النظام ما قبل القبلي كمان. ده نظام العصر الحجري. يعني يكون ان الناس تعتمد على بعضها والتعاون تتعاون مع بعضها في نظام اختياري وبدون سلطه وبدون. المجتمع الانساني تطور من المرحله دي لمراحل عديده جدا. في النهارده بقت العالم كله بقى قريه كونيه. يعني النهارده اللي بيحصل هنا بتتدخل فيه امريكا.
فكيف نرجع لدوله او هو ايا كان ده مرفوض يعني من حيث المبدا، التدخل في شؤون الدول الاخرى تحت اي مسمى وتحت اي اعتبار. انما هو ده يعني العالم تطور، المجتمع تطور، المجتمعات كلها. ازاي نعود بدوله مركزيه؟ مصر بقى لها 7000 سنه دوله مركزيه، واول حكومه واول اقدم دوله في العالم لما قبل الحداثه وقبل ونرجع تاني للعصر الحجري. اسلوب لا يتفق معنا ولا يتفق مع حضارتنا ولا تكويننا ولا قيمنا ولا مبادئنا ولا يتفق مع العصر عموما. اسلوب مرفوض. طب معانا اتصال تليفوني يا فندم، استاذ محمد نبيل من القاهره. الو. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. معلش يا فندم، انا ليا راي صغير بس في الموضوع بتاع الاناركيه ده. اتفضل. انا متهيألي ان هي حضرتك دي هي طبعا اكيد بلا شك ان دي حركات مموله. تمام. فانا ما اظنش ان يعني الشعب المصري ده يعني غبي لدرجه ان هو يعني ممكن ينساق ورا الكلام ده. واحنا شفنا كذا حاجه حتى على اليوتيوب برضه، شايفين في فيديوهات غريبه كده بتنزل لافراد جيش وحاجات يعني من هذا القبيل. يعني احنا مش هنستنى اما البلد تولع او ناس تنزل بدعوى ان هم عايزين ما فيش سلطه واحنا اللي نمسك الحكم، او ان ده الحكم ده ظالم او باطل او كده، واحنا واقفين نتفرج على البلد بيحصل فيها كده، او حاجه زي مجلس الوزراء او المجمع العلمي بيتحرق. تمام. واحنا واقفين بنتفرج عليهم ومش مدينهم فرصه. يعني انا متهيألي يوم 25 ده اللي الناس خايفه منه. انا عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، انا اول واحد هنزل لو في حته مهمه انا اقف فيها هقف، لان دول قله يعني عمرهم ما هيبقوا الشعب المصري. احنا مش الشعب ده، احنا مش ما بنعملش كده، ومش ده اسلوبنا ومش دي مبادئنا. فهم اقليه. فالمفروض بس الناس يعني عارف حضرتك يعني نصحى بس شويه للناس دي، لان احنا سهل جدا ان احنا ان شاء الله يعني نتغلب عليهم، بس يعني يبقى في بس شويه ايه يعني ما نقعدش في البيت ان شاء الله ننزل. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد، انا فعلا انا بشكرك على توضيح ده بايجاز شديد. انت قلت اللي احنا عاوزين نقوله في الحلقه دي من الاخر. احنا فعلا يعني عاوزين نقول ان مصر في امانه في ايدينا. احنا مش منتظرين حتى نزول قوات مسلحه ولا شرطه لحمايه المنشآت الحيويه الموجوده في الدوله او لحمايه البلد. دي بلدنا في الاخر، احنا في الاخر اللي هنحميها مش حد تاني. بالظبط يا فندم. بس انا يعني ده برضو مش مش دعوه مثلا لحرب اهليه. لا 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 نضرب في بعض خالص. لكن انت نازل تحتفل بالثوره على عيني وراسي، لكن ما تروحش تحرق لي مثلا وزاره الكهرباء وتقول لي انا بحتفل بالثوره، زي ما كنا بنسمع ان في حركات بتدعو لكده. فده طبعا ده لازم نوقف للناس دي كويس جدا، يعني لازم الناس كلها. بس اللي خايف على البلد يعني. حق الاعتصام مكفول للجميع، والتظاهر ده حق لاي حد، ولكن السلمي، لكن ما دمرش البلد عشان اقول رايي. ده موضوع في محددات. استاذ محمد نبيل، انا بشكرك مره ثانيه على الاتصال التليفوني، واعتقد ان رايه اوجز. تسمحني، هو الاعتصام كما هو متعارف عليه عالميا، الاعتصام له محددات وله قواعد وله مبادئ، انما خارج هذه المبادئ واللي بيحصل عندنا ده خارج هذه القيم وهذه المبادئ وهذه المحددات وخارج القانون، وفعلا اقل ما يوصف به هو الفوضى. لان بتضرب كل القوانين اللي متعارف عليها عالميا، واحنا شفنا في الاعتصامات في اوروبا وفي امريكا شكلها ايه والناس بتتعامل معاها. القائم بالاعتصام بيتصرف ازاي والسلطه حقها ايه. سياده اللواء، كلمه الفوضويه والفوضى الخلاقه احنا سمعناها فين قبل كده؟ بس سمعناها من كونداليزا رايس من سنوات. وجه امريكا القبيح. كونداليزا رايس. انا بتكلم على الفوضى الخلاقه. هل هي دي الفوضويه كيف فوضى تبقى خلاقه؟ المصطلح ده ما سمعناهوش قبل كده في حياتنا. لا طبعا، هو اول ما اتحفنا به هو الانسه كونداليزا رايس. انما في تناقض غريب جدا بين فوضى وبين خلاقه. كيف تبدو الفوضى والخلاقه اللي اذا كانوا هم بيخلقوها علشان يوجهوها اتجاهات يحققوا منها اهدافهم، تحقق مصالحهم السياسيه ومصالحهم الاقتصاديه في العالم العربي او في العالم كله، وخاصه في الشرق الاوسط وفي مصر وفي المنطقه. فيعني كيف تبقى فوضى وتبقى خلاقه؟ ده الغريب يا فندم ان احنا بنلاحظ ان في بعض الحركه التحرريه الثوريه والاشتراكيين الثوريين، وفي حركات كده مسميات غريبه، رغم ان الحركه دي او الاناركيه او الحركه الاناركيه في تاريخها لم تنجح. يعني ممكن احنا سمعنا مثلا، او انا لما قرينا يا فندم على الانترنت انها كانت بتساند الثوره البلشفيه في روسيا، ولكن لم يتبوأ منهم منصب او لم تنفذ اهداف الحركه في روسيا. هم نفذوا، هو حققوا اهدافهم في الثوره البلشفيه.
بنهايه الثوره البلشفيه هم حققوا اهدافهم: تحول النظام واسقاط الدوله وتغيير النظام والاستيلاء على السلطه. لكن خرجوا من نظام لنظام اخر. انما هم نفسهم يعني هم استفادوا من الفوضى او ابتدوا بالفوضى. يعني هو اعتبارا من 1868 من اول ما ظهر كتاب اسمه التعليم الثوري اللي كان اول حاجه بتتكلم على مبادئ العمليات الفوضويه والتخريبيه في روسيا. وبعدها ب10 سنين اتعمل حزب الشعب، كانت مهمته نشر الفوضى في الدول الاوروبيه كلها، مش بس في روسيا وقتها. والهدف منه يعني اسقاط النظام واباده النظام ده عشان يحققوا الاهداف السياسيه بتاعتهم. واضح الموضوع على فكره لافت نظر الناس قوي. لا ده في كمان معايا تليفونات كتير على فكره. يمكن معايا الاستاذ سلامه من القاهره. أيوة. الو السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. فندم تحياتي لك وللسيد اللواء. اهلا بيك. اللي انا عايز يعني دايما اسمعه في القنوات: الاعتصام حق مشروع، والتظاهر حق مشروع. طيب الاعتصام والتظاهر يقفل شارع مجلس الوزراء، يمنع رئيس مجلس الوزراء من ده ملوش علاقه. لا ملوش علاقه. واخد بال سعادتك؟ الحاجه الثانيه، اذا كانت القله بتطالب ان مفيش دوله ومفيش 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 ومفيش، طيب اعملوا استفتاء للناس واسالوهم: احنا عايزين نعيش من غير حكومه، من غير رئاسه، ومن غير ومن غير ومن غير. ينفع في بلد زي كده؟ هنستفتي يا فندم عن الفوضى، عن الفوضى. يعني سيادتك عاوز نعمل استفتاء عن الفوضى؟ أيوة. الشعب ممكن يقبل الفوضى ولا لا؟ يبقى الفوضى معقول؟ ما استحاله طبعا. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا بسالها لحضرتك، بسال حضرتك، الناس المسؤولين في البلد ليه يسيبوا الناس اللي قاعدين في مجلس الوزراء لغايه الان؟ ليه؟ ليه؟ عشان ايه يعني؟ سمعتنا بقت وحشه مع امام الدول العالم كلها. احنا دوله مش بسيطه، دوله مش سهله، ناس لنا قيم، لنا اخلاق. طيب المتظاهرين عايزين ايه؟ حق الشوارع بيصرفوه، حق مش عارف ايه واخدوه. الدوله في حاله سيئه صعبه جدا. يعني المفروض يكون في عقل، في ناس بتفكر كويس، وما ينفعش كده. يعني الناس الى متى مجلس الوزراء ما انعقدش مقره؟ الى متى؟ وليه سايبينهم ليه؟ وجهه نظرك وصلت يا فندم. شكرا على اتصالك معايا. الاستاذ فؤاد درويش. دكتور فؤاد درويش. دكتور فؤاد اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الحقيقه انا عندي مداخله لو تكرمت وتفسير. فضل. بالنسبه للفوضى الخلاقه دي مش حاجه جديده، دي نظريه اداريه موجوده في كتب في العلوم الاداريه. ايوه. ودي صحيحه. يعني انا ممكن اعمل وانا عشت تجربه في هذا في احد البنوك، لان انا استاذ اقتصاد. وجاء رئيس البنك كان اولموست هيفلس، جاء واحد رئيس مجلس اداره وفض الدنيا كلها، وكل موظف فك الاداره كلها. وبعد كده حد عين مدراء ادارات، وكل واحد اختار الموظف، والموظفين اللي ما تمش اختيارهم يبقى هم دول اللي خلاص يبقى ما لهمش لازمه. على اي حال ده بس ملحوظه ان يعني هو معلش انا عشان نستفسر بس على الفوضى الخلاقه تاني، معلش احنا مش دارسين العلم ده او الماده دي. هل سيادتك ان احنا عمليه ان احنا نعمل فوضى وكل واحد اللي عاوز يعمله، ولا بحل الموضوع من اساسه وبجيبه لا على لا الفوضى؟ لا طبعا ما حدش يعمل اي حاجه على كيفه. ما دي معنى كلمه فوضى اللي احنا نعرفها. لا الفوضى الخلاقه كنظريه موجوده، بس اللي بيعملها ناس مسؤولين، مش افراد. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بس بعلق على التعميم اللي قاله سياده اللواء، لان انا سمعت حضرتك بتقول لسياده اللواء، انا مش عارف الحقيقه. فما فيش حاجه اسمها تعميم ان الاعتصامات بتاعتنا كلها بايظه وكلها غلط وكلها وحشه لا ده كلام مش صحيح. الاعتصامات مسموح بيها ودستوريه وقانونيه، والدخل يسمح بها. المفروض ان الامن يمنع الدخل على المعتصمين انهم يبوظوا الاعتصام او انهم يدمروا. او ثواني يا فندم، اعرفهم ازاي؟ الامن يعرفهم ازاي؟ مش معلقين يافطه نقول احنا دخله. يا فندم انا لما اطلع في اعتصام انا ما اعرفش مين اللي جنبي، لكن الامن يعرفوا، والامن لهم رجالتهم في وسط الاعتصامات. انا ما اعتقدش ان الامن ملوش رجاله في ميدان التحرير. لا انا نزلت ميدان التحرير وانا اعرف ان بس انهي فتره عدم التواجد الامني ولا بعد الثوره؟ احنا بنتكلم الاعتصامات الاخيره. وبالتالي الامن عليه دور كبير جدا. ومش بس كده، انا كمان المعتصمين اعتقد انه مهم جدا لو انا لقيت واحد جنبي معاه سلاح ابيض او معاه شوط لازم امسكه. يعني برضو لازم يكون للمعتصمين دور في انهم يشوفوا الناس الدخله دول المندسين دول. لكن اعتراضي الشديد ان احنا نشوه
الثوره ونشوه المعتصمين بان احنا نقول الاعتصامات دي كلها غلط وانها كلها بايظه وانها كلها مخربين. لا مش كلها، ما قلناش كده، لا ما قلناش كده، ما قلناش كده يا فندم. سيادة اللواء ما قالش ان كلها غلط، لا هو بس هو بس كان ليه ملحوظه على اساليب التعامل المتقدمه في التعامل مع الاخر. انا عشت في اوروبا 10 12 سنه. الو. ايوه يا فندم سامعك، معاك اتفضل. انا عشت في اوروبا 10 12 سنه واعرف كويس قوي المتظاهرين بيعملوا ايه والبوليس بيعمل لهم ايه. للاسف البوليس ما بيحميش. يعني هل يصلح ان المجلس العسكري يقول لك احنا هنسيب لكم الميدان انتوا احموا بنفسكم؟ هل ده في الدنيا حد يقول كده؟ يعني ده اقل القليل. وجهه نظرك وصلت يا فندم، بشكرك على اتصالك مره ثانيه. معايا الاستاذ محمد. لا بقى تسمحني يعني انا عايز ارد على ده. طب استاذ محمد دي سياده اللي عاوز يرد في ايجاز وناخدك معاك. يعني هو اساليب اعلان الراي والاحتجاج واضحه ومعروفه، وبتتدرج من اول المسيره ومظاهره واعتصام واثاره شغب وتمرد يعني في تطور. دي اول مراحله. ونعلم جميعا والعالم كله يعلم اسلوب تنظيم المسيره. المسيره مسيره سلميه عاديه ماشيه في الشارع لها مطالب بتحققها. في المظاهرات الناس لهم دوافع ولهم مشاكل محدده ومعينه وبتتفقوا عليها وبيعملوا شويه لافتات وشويه منشورات ويعلنوها او على طريق الفيسبوك. انما والاعتصام الناس بتقعد في مكان ما تقدم مطالبها وما تخرجش عن المكان المحدد لها في اطار القانون وتحت حمايه الدوله وحمايه الامن، وتحقق مطالبها وتوصل رسالتها وتنفض. ده ما فيش اعتصام على طول، وما فيش اعتصام بالقوه، وما فيش خروج عن القانون، وما فيش. طب سياده اللواء سيبه دي فرصه يرد. اوكي اتفضل. دكتور فؤاد معايا اتفضل. اي معاك مع حضرتك يا فندم. من فضلك دلوقتي موضوع ماسبيرو، احداث ماسبيرو، هل دي مش كانت مظاهره وتم الاعلان عنها والاخبار بيها واخذ موافقه عليها 4 ايام قبل ميعادها؟ هل تم حمايتها؟ ما تمش حمايتها. ايضا المعتصمين اللي قبل الاحداث اللي قبل شارع محمد محمود، المعتصمين اللي هم المجروحين والمصابين واباء الشهداء كانوا قاعدين 150 واحد ولا اقل يمكن، ومع ذلك تم الهجوم عليهم. بس يا فندم لازم نضع في الاعتبار ان في نوع من الاستفزاز بيحصل. يعني ما هو ده التطور بتاعها، ما هو ده الخروج عن الخط، المظاهره تتحول لشغب. اوكي. لا شكرا جزيلا يا فندم. وصلت اتصالك يا فندم، شكرا. وصلت وجهه نظرك. معايا الاستاذ محمد الصباغ في ايجاز لو سمحت عشان ما عنديش وقت. اهلا وسهلا. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم استاذ محمد. ماشي يا فندم. انا بس كنت هرد على الدكتور فؤاد. اتفضل. بس سياده اللواء رد عليه. ده منطقي. بس اللي انا عايز اساله للدكتور فؤاد والناس اللي بتؤمن بالكلام اللي بيتعمل ده، انا عايز اقول الناس اللي راحت لمحمد محمود راحت ليه؟ طب ما سالش نفسه ليه السؤال ده؟ راح ليه محمد محمود؟ راحوا ليه ماسبيرو؟ وبعدين في حاجه ثانيه خالص، المفروض احنا خلاص النظام سقط والرئيس في السجن، ما نستنى بقى، ما نستنى يا عالم. يعني انا رايي ولا ما فيش الحكومه ما تديش اي واحد تصريح بانه يعمل مظاهره. ليه يعمل مظاهره؟ ليه دلوقتي ليه؟ ما تستنى دي 6 اشهر. استاذ محمد وجهه نظرك وصلت. شكرا على اتصالك يا فندم. سياده اللواء تعقيب سريع عشان انا يعني كل ده كلام مفيد وجميل بس هو خارج الموضوع. وانا عايز اكمل الموضوع لان مش بس هو كحركه سياسيه فوضويه لها اهداف سياسيه عايزه تحققها في البلد، انما الاخطر من كده الاثار السلبيه للحركه دي على امننا القومي. لازم يبقى عندنا وعي بالامن القومي بتاعنا، ازاي نحققه في بالشكل اللي هي عليه ده وبتاريخها اللي هو معروف ومرصود من اول بدايه التمهيد للثوره البلشفيه والروسيه، واحنا شايفين دلوقتي قد ايه فوضى. كلمه فوضويه دي مش عاجباهم، يعني انما هم عايزين يسموها الاشتراكات التحرريه او الاشتراكات اللا سلطويه، يعني مسميات لان هم عارفين ومضمونها الفوضى. الفوضى دي معروفه ان هي
يعني ككلمه مستفزه. يعني ما تجذبش الراي العام، يعني ما تجذبش انصار ولا مؤيدين ليها. طبيعي، مش حاجه جميله. فهم بيدوروا على، انما في الاخر الناس دول كان لهم دور مهم جدا في وعلاقتهم بالثوره البلشفيه، واللي قاموا بالثوره البلشفيه واللي حققوها ونفذوها، وقيادتهم اللي هم اليهود والصهيونيه العالميه. ولما قامت الدوله وقامت الفلسفه مش بس اكتفوا انما انتشروا في اوروبا كلها كمان. انتشروا في اوروبا. سياده اللواء، اعتقد ان احنا دقينا نقص الخطر في هذه الحلقه، وقلنا ان في خطر اسمه الاناركيه، واحنا بندعو الشعب المصري اللي هو لو شاف الشعار بتاعهم ارجو ان هو يعني على الاقل هذه الفئه، على الاقل هذه الفئه هو مرحله من مراحل الارهاب. هو مرادف لكلمه الارهاب. طبيعي. إذا كنا هنقاوم نترك الإرهاب يرعى فينا ويمرح ويحقق أهدافه، وإحنا قعدنا 10 سنين نحارب فيه، فيبقى بالضرورة كمان لازم نحارب الناس دول بشكل أو بآخر. زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنا بشكرك جدا يا فندم على هذا الإدلاء بدلوك في هذا الموضوع، وأعتقد إن إحنا حذرنا الناس وألقينا الضوء عليها. لسه ما بيناش مشاكلهم إيه، كيف ينعكس ده على أمننا القومي إزاي في المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي وفي المجال الاجتماعي. اي دوله ما فيهاش امن بالتاكيد بتتعرض للضرر. انعكاسات خطيره جدا. الطرق. انا بشكرك. الممارسات اللي بتجرى في الشارع دلوقتي، ومن قطع سكك حديد وسطو مسلح انا عارف ان الوقت ضاع، معلش للاسف، معلش انا اسف، الوقت قليل جدا، واعتقد لنا لقاء اخر يا فندم. موضوع ما يتسكتش عليه، ومطلوب بالضروره توضيحه للناس، علشان يبقى لازم هناك اولى مبادئ ان احنا نقاوم هذا بالوعي باذن الله. نص ساعه مش كفايه ابدا لنناقش هذا الموضوع يا فندم، دي عاوزه حلقات وحلقات. انا بشكركم مشاهدينا، وبقول مره ثانيه احنا اللي بنحمي امننا القومي، احنا المصريين مش منتظرين ان الجيش او الشرطه يقفوا يحموا منشاتهم، احنا اللي هنحمي منشاتنا بالتعرض لمثل هذه الافكار السلبيه الهدامه للمجتمع. بشكركم مره ثانيه، للقاء وحلقه اخرى جديده. وكلام نحيي الثوره. الأرقام اللي على